شوف ان كان خصها الحكومه تنزل الناس كيكتبوا وزيره كانت في عطله وبقات جالسه في العطله حتى نهار الحد عاد جات، راه الزلزال دار نهار الجمعه في الليل. كانت في السهره وحده. ايوا سعداتهم في هذا السهري وداك الشيء، حنا بعدا ما بقات حلات لينا لا سهره ولا بيه. هذه الاولى. ثانيا رئيس الحكومه كان خصو يهبط ويشوف مع الناس اللي هما السلطات اللي كاينه محليه وهذا، ويشوف الناس ويمشي يهبط عند الناس، خصو يقوم بمسؤوليته، يهبط حتى هو يمشي شويه بعد القرى كذا كذا. داكشي اللي غادي نتعرفوا عليه في هاد لا فيديو غادي يصدمكم بزاف. الاستاذه نبيله منيب كتفضح الحكومه بخصوص زلزال المغرب، وكتفضح الفلوس والملايير اللي ربحتها على ظهر ضحايا الزلزال. تفاصيل اللي غادي تصدمكم بزاف، وكوارث عظمى آتية بعد الزلزال، منها الفقر والمجاعة وبزاف ديال الحوايج اللي غادي تصدمكم. فإلا كنتوا أول مرة كتشوفوا هاد القناة، اشتركوا في قناة الشعب اللي كتفضح المخططات والفساد ديالهم، دير لايك وأجي كمل معنا هاد الحلقة. بالضبط. وهو اللي تيخوف هذا الشيء، انه ملي كنقولوا مخطط، اذا كاين مخطط وكاين استراتيجيه والامور راه بدا تفكر فيها. اللي كنخاف انا اللي كيعرقل هذه المخططات هو الفساد. راكم عارفين على كل المستويات ان الامور كانت غاده لهادشي، ما بقاتش مشات، ما وصلتش. فلوس ديال الضريبه كانوا داخلين الخزينات، اصدقوا مشاو لبنما ولا مشاو شي خنت. ايوا اش خص يدار باش ما نطيحوش في هذا الشيء؟ انا بالنسبه لي باش تدار هنايا خاص تكون لجان ديال المراقبه. صعيب لانه دوله ما يمكنش الا ما كانش عندها الامكانيه باش تراقب، راه ماشي دوله. خاص المراقبه الصارمه، والمراقبه الصارمه اليوم مع الانتيليجنس ارتيفيسيال يمكن نتبعوا داك الشيء طن خرج هذا. ها هو اليوم اون ادجوجي داك البيدجي ديال شيشاوه، ما نشوفوش داك المنتخب جالس كيبني في واحد الدار ديك الجهه ما كايناش. والمراقبه كتعرفوا بانه مثلا التبليغ عن الناس اللي كيغتنيوا بشكل فاحش راها محميه بالقانون في جميع الدول اللي كتحترم راسها. انا مثلا ساكنه في الانجليز وبان لي واحد القاضي خارج في واحد البورش ماشي معقوله، كنعيط في التليفون كيجيو عنده، وردتي يا سيدي باش شريتي هذا البورش كيفاش؟ الا ما عرفش بالحجه والدليل يقول باش شرا ديك البورش كيبات في الحبس. سياره فاخره باش ما نقولش غير بورش. اذا كاين هادشي. ثم اليوم انا الاوان ماشي انا كنظن الا عطينا الناس 8 مليون هادو غادي يرموا 14 هادو غادي يبنيو غنبقاو داك الروينه. حنا بغينا انه تدار قرى نموذجيه، هذه خصها تكون في الاستراتيجيه شكون تكلف بها الدوله معلوم، ونبداو انا يعني عوض ما تعطى الفلوس للاشخاص الدوله تكلف بالبناء ديال هذه القرى، بالمساعده ديال الناس ديال الجهه. لان علاش درنا الجهويه؟ باش نسهلوا شويه الماموريه. وهذه الجهه هذه يمكن حيت هي اللي تصابت تعاونها حتى كفاءات من جهه. انا كنقول لك المهندسين المعماريين، المهندسين ديال البيتون، كل شيء باغي انا نديروا ونسطروا ونقدوا باش يداروا البيوت كما ينبغي، ودار القريه فيها جميع المقومات، ودار فيها الخدمات الاجتماعيه. حتى من الامكانيه وقوع بعض الشوائب ربما اللي قد تفسد العمليه. كيقول لك انا مشاو لي اوراقي ديال الارض ديالي، غدا غادي يهبطوني تما كيمشاو الوراق ديال الثبوتيه ديال الثبوتيه المدنيه، غادي يمشي ليه لا غادي يلقى داك الجبل ديالو فيه منجم كيخرجوا منه الحديد ويقول لي سير انت ليه. كما كان الحال انا كنظن اول حاجه خصنا نطمئنوا الناس ماشي غير بالفلوس، نطمئنوهم. راه خرجوا دابا تيحصيوهم، هذه مساله اساسيه وهي باش تبدا اي تخطيط الاحصاء ديال الناس نعرفوهم. ثم هذه الارض ديالك هذه كذا هذه كذا، باش نعرفوا الناس نحافظوا لهم على ارضهم، لان هذيك هي حياتهم. وانا شفت الناس والله العظيم الى يعني جاتني غريب كيفاش هما اللي في ديك الكارثه يطمئنونا حنا ويعزيونا حنايا يعني. ولكن جالسين دار جد طاحت، دار الولد طاحت، دار كذا، والبنيات كاينين بحال الحيلات، وقلت الحمد لله ما مات لهم حتى واحد تماك. ولكن جات اخرى راه توفات الناس سواء في الحوز ولا في تارودان. تنسمع اليوم تقريبا شي 900 واحد واكثر في تارودان اللي توفات، وحتى ذاك المعالم يعني التراث كله مشى. ولهذا انا كنظن خاص تخطيط وخاص الدار بحال واحد الوزاره صغيره تتبع هذا الشيء. كاينه الجنبه الوزاريه، هذيك الجنبه الوزاريه اللي هي بحال شي حكومه صغيره فيها الوزارات المتدخله واللي كيترأسها رئيس الحكومه، ولكن ماشي عاوتاني نقلبوا على صحابنا نعطيهم لي مارشي. خليونا نبدع. كاين الناس اللي بلي كونتينير وراو كيفاش، كاين الناس اللي بالعود وراو كيفاش، كاين الناس اللي كيقولوا اقل تكلفه هي بداك لو بيزينيت، ولكن يتبنى على حقوق على ذكر الحكومه دكتوره. كاين بزاف تاع الناس اللي تسالوا علاش الحكومه ما نزلتش
علاش رئيس الحكومه كاين اللي قال علاش رئيس الحكومه، كاين اللي قال علاش ما كايناش وزراء، ما نزلوش لعند الناس الميدان، فين هي الحكومه؟ واش هاد التساؤلات هي تساؤلات منطقيه ام تساؤلات مبنيه عن عدم معرفه بكيفاش كتمشي الامور في مثل هذه الكوارث، وبان راه في هذه المحطات هذه راه الملك هو اللي كيكون مسير الامور وماشي لا تسيير الامور هذه مساله، ولكن انا كنتذكر انه الزلزال ديال اكادير ملي كان وقع كان هبط محمد الخامس ابوي حتى الملك دابا راه هبط. سي سا. لا انا السؤال الحكومه الوغ الحكومه واش انت كتشوف ان كان خصها تنزل؟ الناس كيكتبوا وزيره كانت في عطله وبقات جالسه في العطله حتى نهار الحد عاد جات، راه الزلزال دار نهار الجمعه في الليل، كانت في السهره وحده. ايوا سعداتهم في هذا السهري وداك الشيء، حنا بعدا ما بقات حلات لينا لا سهره ولا منبه. هذه الاولى. ثانيا رئيس الحكومه كان خصو يهبط ويشوف مع الناس السلطات اللي كاينه محليه وهذا، ويشوف الناس ويمشي يهبط عند الناس عرفتي راه غير كيشوفوا ولكن لا يقول لك راه هنا باش غيهبط رئيس الحكومه راه كاين الملك، راه هبط ما يمكنش هو يسبق الملك. لا ماشي يسبق، دابا ماشي قضيه فيها السباق، خصو يقوم بمسؤوليته، يهبط حتى هو يمشي شويه بعض القرى كذا ويطلع على الناس وداك الشيء هذا راه كيعطي اشاره، راه خاصها تكون فيها اشارات ايجابيه، راه حنا معاكم وما نتخلاوش عليكم وغنديروا مجهود وغنحيدوا من داك الشيء ديال الخوا الخاوي وغادي نبنيو معاكم هنايا وغنديروا وهذه الميزانيه جايه وكذا وغادي نعطيو من جيبنا وغادي نديروا واسمحوا لي هذا الشيء واخا دار منه البعض خصو يتقال للناس ونشوفوه. يعني اللي فهمت منك دكتوره كاينه خدمه كدار، ولكن خصنا نبلغوها للمواطنين، خص ينزل يشرح لهم، خص ينزل يهضر معاهم، تنزل برجليك الناس خايفين غتخسف بهم الارض ولا كيفاش تواصل معاهم ميدانيا. التواصل هو الاول، هو ميداني غير السلام عليكم فهمتيني، غير حسبي راك جيتي عنده وحسيتي به وعشتي معاه اللحظه. كاينش لان هذوك الناس كيسحبوا راسهم الناس ديال تحت وكاين الناس ديال الفوق، دونك هذوك الناس ديال الفوق ما كيعتبروهمش كيحسبوهم هكا، ولهذا هما كيظنوا هكا نحيدوا هذا الشيء. كيظنوا حيت نتايا ساكن في ديك الجهه وكتصوف في الاحياء الراقيه وشوف هذا وما كتفكرش فيهم ما درتيش الجهويه، ما درتيش اصلاح ضريبي، ما درتيش توزيع عادل الثروه، ما بنيتيش جهويه حقيقيه متضامنه متكامله، ما طليتيش علينا خويا. راه حنا عمرنا وقعت لنا الكوارث، الثلج كيوقع لنا كوارث واحد ولكن مش هاد الحاجه الكارثه ديال الزلزال راه 7 درجات، راه ربي يستر وضرب تما راكم كنضرب شي مدينه راكم مشات كامله. لا بالفعل بيستضرب في منطقه جبليه وفي هذيك الجبال اللي هي مثبته الطبقات وراك ربما انا قريت لا جيولوجي وكنعرف هذا الشيء هذا، ولكن هذه الكوارث كيمكن لنا نتبعوا امكانيات الحدوث ديالها، ولكن ما كيمكنلكش تحبسها. ما يمكنش تحبسها، الطبيعه هذه راه الطبيعه، ولهذا خاص. انا سمعت المغرب داير واحد تامين باش تكون عندنا كاين واحد لاسيغونس غادي تعاوننا، كاين اكتتابات يمكن تدار، كاين هذا المغاربه راه مستعدين واخا ضروري لان مع الغلاء المعيشه راه الناس تقول لي نحيد لك 3 ايام بحال تحيد لي عينيه، راه خصنا نمثلوا، راه الناس ما كيكملوش الشهر. في هذه المحطه بزاف اللي ساهموا دكتوره، كاين اللي ما عندوش راه ما عندوش وساهموا، ولكن ماشي دائما حنا كناخذوا الفلوس من جيب اللي ما عندوش، راه اللي عنده يعطي، راه خص داكشي يكون بروغريسيف. انا نعطي شويه حيت عندي شويه، الاخر يعطي اكثر، والاخر يعطي بزاف حيت عنده بزاف وحيت كيستافد من الريع ومن الماء ومن التربه ومن منين، يلاه بزاف د الحوايج يعطي حتى هو اكثر، باش الناس ما يبقاش هذا لو ريسونتيمون، نحسوا حس بيك صافي. احنا دابا يا وقعت، ولكن اليوم انا كنقول بان واحد العدد الناس عطاو من جميع الطبقات ولا كيفاش غادي نسميهم، ولهذا يعني تكون الامور متوازنه، ثم انه انا الاول انا كنقول مع هذه الكارثه الدرس كبير، خصنا نفكروا باش نخرجوا هذه الناس من هذه الازمه وعلى المدى الطويل ونخدموا. وهي تكون مناسبه نشوفوا حتى ناس اخرين اللي راه مازالين عايشين في عزله، واش حنا نتسناو راه شي ديال الزلزال ولا يجي الطوفان باش نوضوا عاوتاني نجريو ونديروا المنطقه ولا في كيك ولا ما يمكنش. كاينه السكه الحديديه ما كيركبش فيها الناس، الا مشى عليك الكار ديال 12 الليل كتسنى الاخر ديال 12 الليل غدا، يعني نفكوا العزله، اننا نبنيو الطرق، اننا نديروا الخدمات الاجتماعيه وديال القرى. ولكن راه هذا الشيء خصو تغيير الاتجاه اللي كانت غاديه فيه الحكومه. هاد الاثار ولا المخلفات ديال زلزال الحوز
واش غتكون عنده اثر كذلك على الاولويات اللي كانت تحدثها الحكومه في هذا الموسم او في هذا الموسم السياسي، نسميوه الموسم السياسي، بحيث ان مثلا هنا غير باش نحطك في الصوره دكتوره، ان في ربما او لا ما خانتنيش الذاكره اول اجتماع ديال المجلس الحكومي من بعد العطله اللي كان في 24 غشت الماضي، كان رئيس الحكومه تحدث على بعض الاولويات وقال كاين واحد الاوراش كبرى تنتظر الحكومه للدخول السياسي الحالي، ومنها خديت هذه من البلاغ ديال الاجتماع ديالهم، كيقول تعزيز السياده المائيه والغذائيه وجذب الاستثمارات لخلق فرص التشغيل وتفعيل عرض المغرب في مجال الهيدروجين الأخضر وتبني مقاربة جديدة من أجل الدعم المباشر لفائدة الأسر الراغبة في اقتناء مساكنها الرئيسية ومواصلة التزيين. يعني هنا كاينه مجموعة تاع النقاط اللي ذكرت بعضها. واش هذا الزلزال والآثار ديال الزلزال غتأثر على هذه الأولويات ديال اللي حددتها الحكومة؟ وهذه ما كنعتبرهاش انا اولويات. هو اللي قلت اللي حددتها هي. لا لانه دابا حنا في العباد في الحقيقه. كانت دارت واحد اللجنه، دارت نموذج نموي، حنا كنا انتقدناه، فيه شي حوايج ما هماش وفيه شي حوايج اللي هما مزيان، ما دارت حتى حاجه منه، حتى حاجه منه ما دارت. الحكومه دارت اعلان حكومي، قالت غادي ندير نخرج مليون ديال الناس من الفقر، غادي النساء النشيطات من 20 حتى 30%، غادي اسيدي نقري الناس، غادي نفعل، غادي نترك. دابا باش الشيء هذا كله غادي في اطار تطبيق التوجيهات، حين دابا جايين عندنا صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، خاصنا التلاميذ النابعين داكشي اللي قالوا لنا نديروه. بالفعل حنا خصنا سياسه مائيه وغذائيه، الامن المائي، وفينا هو بعدا باش دير الامن المائي والغذائي وباش دير داك لوطوغوت دو لو ودير هادشي خصك الامن الطاقي. لا سياره الماء دابا حنا نهضروا عاوتاني اللي كاينه دكتوره اللي واقع نقولوا راه تجربه. ولا قلت لك باش دير لوطوغوت دو لو خصك الطاقه هي الاولى باش تحولها، باش تصنع، باش دير الطاقه. خداوها عائلات هنايا، ما يمكنش حنايا فينا لا سمير حل سمير لا بغيتي تقول لي واحد المخطط. ماشي دوله طاقيه، ماشي دوله منتجه الطاقه. حنا بعدا على الاقل كنا كنديروا التكرير ديال البترول، كنقصوا بعدا من لي فخي ونبيعوا للناس رخيص ونحركوا صناعه ونديروا. باش بغيتي دير الصناعه الا ما عندكش امن طاقي، الامن الطاقي هو اللي غيعطيك الامن المائي باش غادي تهبط ولي صوند وتكون انت راه عندك الانرجي، وباش يمكن لك دير الامن الغذائي وباش دير وباش دير. هاد الناس ياخذوا حاجه اللي هي متكامله، كياخذوا منها جوج حويجات، غنديروا هذه وهذه. كيفاش غدير هذه وهذه؟ تبدا تصرف علينا انت اللي ما بقاش خديتي في التحرر ديال البترول كذا. اذا انا بالنسبه لي خاص اليوم يعمل العقل، ولا كنتكلموا على مخطط استراتيجي يكون مخطط استراتيجي. حنا خصنا الامن الاستراتيجي ديال البلاد. كيفاش الزلزال واش ياثر على هذا الشيء اللي كتقول؟ هذا الشيء اللي كتقول دكتوره انت كتحكي كانت في واحد الوضعيه عاديه، ما كاين لا زلزال لا والو. ماشي مزيان هذاك الزلزال، مزيان خصهم يديروا انفيراج. واش غدا ملي تنوض الدكتوره منير في البرلمان وتنتقد شي حاجه الحكومه، تقول لها الحكومه شي وزير من الوزراء تقول حنا نتيجه لاثار الزلزال ها علاش ما درناش هذا الشيء؟ واش انت كتشوفي ان الامر لا ما يتخبعوش مورا الزلزال؟ اسمح لي، حنا اولا بغيت نقول لك ان الميزانيه ديال الدوله راه قليله، راه دوله، حنا في طور النمو وخدامين، وتملي كنلقاو شي حاجه تحت الارض كياخذها شي واحد اخر كيقفز بها بصح وكيخليك انت كتفرج. قلب عليها واش ضربه هذه؟ اسمح لي لا قلب عليها. كاين كونطرا، شحال هذيك 80 20 عندك الوسائل باش تقلب عليها 80 20. لا هذا الشيء اللي كيقول الاستثمار خصو يدير له تخطيط. حنا ماشي ضد، بالعكس بغينا الاستثمار، الناس كلها الدول اللي كتفهم باغيه الاستثمار، ولكن نوجد انا راسي، نوجد انا المخازن ديال الطاقه ديالي، نوجد لاسامير، ندير لاسامير اخرى حتى هي حداها في مدينه اخرى ولا كذا، نشوف كيفاش غادي ندير. اليوم الناس على المستوى الدولي كل شيء خايف. الامن الصحي حتى هو، الامن الصحي هما الناس اللي شارين كل شيء في العالم وتيجروا الخيوط. المنظمه العالميه للصحه قال لك ابتداء من ماي 2024 غتولي تحكم في الصحه العالميه. ملي تقول لك الوباء نسدوا راه داكشي اللي كاين حتى دابا، لقح الكمامه ركع هادشي اللي كاين. وهذا العالم هذا المتغطرس اللي جاي راه مخيف. اذا الناس دايرين جوج اولويات كبار خايفين عليهم من المستقبل: الصحه، الامن الصحي هو مرتبط بالامن المائي والغذائي بالفعل والدوائي وزيد، ثم الحريات. هذا الشيء ديال الذكاء الاصطناعي. راهو المعلومات، احنا غنشدوا المعلومات ديال مغاربه العالم ونصيفطوا لهم تما، باش نخلصوا الضرائب فرنسا ونخلصوا لهولندا والكاتميتو. يعني كاين واحد الغطرسه عالميه. اليوم حنا بالعكس كنشوفوا هذه الهزه غتفيقنا وعلمتنا بحنا كدوله. راه اليوم تفيقنا كشعب ولا تفيقنا كحكومه ولا تفيقنا كاملين؟ خصها تفيقنا كاملين، حيت كل واحد عنده واحد الجانب من المسؤوليه. ربما واحد اللي هو مسكين استاذ في واحد القريه ما عندوش المسؤوليه ديال وزير او مسؤوليه ديال رئيس حكومه او كذا، او برلماني او رئيس حزب برلماني. دابا اليوم كيف قلت لك قبيله كاين تحكم في وسائل الاعلام كامله، وكاين السلطه التنفيذيه تتحكم في السلطه التقريريه وفي السلطه التشريعيه.
وفي السلطه القضائيه هادشي راه ما كاينينش، هذوك غير مسميينهم، ما كاينش الفصل السلطات، ما كاينش. ولهذا انا بالنسبه لي بلادنا بغينا الاستثمار، ولكن بغينا اننا نقوي المناعه ديالها. باش نقوي المناعه ديالها نبنيو الديمقراطيه، هذا ماشي كلام. راه دابا اوروبا بغي اي والديمقراطيه ماشي غير في الصباح وغنبداو نبنيو دكتور، كتجي عارف تراكمات. باش غادي تجي دابا حنا كاتبين في الدستور ربط المسؤوليه بالمساءله، المحاسبه. من اخل بعدا نشوفوا الذين اخلوا، نشوفوهم كلاو العصا، ماشي الدراري دريف. كتشوف ما كاينش المحاسبه دابا، ما كايناش. حنا مثلا كنشوفوا وزيرها هو في الحبس، وزيرها هو في الحبس نتيجه مثلا الجرائم الماليه بالسل بزاف. هذا ماشي نموذج من نماذج المحاسبه، لا والو، ماشي محاسبه. السيد راه الجهل عار. بحال من مثلا اللي خصو يتحاسب الان الجميع حتى واحد ما خصو يفلت، اللي في المسؤوليه يجب ان علاش اي واحد في المسؤوليه راه متهم محلوم. انت بدا المسؤوليه تحبك هذا مساريه، ولا غادي تخدم مؤسسه الدوله من اجل الاغتناء غير مشروع، ولا تدخل ليها حكومه جديده؟ اولا حيدوا الفصل ديال الارتشاء ديال الاثراء غير مشروع. باش من حق اش حيدتها؟ علاش حيدتها؟ مع اول انت الاثراء غير مشروع ولا كيفاش؟ اسمح لي عفوا دكتوره، هاد المسؤولين اللي كطالبي بالمحاسبه ديالهم هما كاملين جايين من الاحزاب هادو عفوا، هادو كاملين جايين من الاحزاب. واش المشكل في البنيه الحزبيه؟ هو المشكل ماشي في البنيه الحزبيه، المشكل الاعمق من ذلك. المشكل خصو يفسروه لنا الناس الباحثين في علم الاجتماع والانثروبولوجيا، ويقولوا لنا كيفاش ولا الانسان اليوم، شنو هي المتطلبات ديالو بعد ما النظام العالمي اللي يتحكم في الاعلام وتحكم في الدول وخدا لهم السياده ديالهم، انه هرس المدرسه والجامعه ولات كتخرج ناس تافهين. دابا كلشي كتشوف كتجي غنتقيد في الماستر، نتقيد في الدكتور، تسمح لي باش نكمل الفكره. اذا ملي كتقول بانه شكون المسؤول؟ واش الاحزاب تشبه المجتمع، كتخرج من المجتمع. على الاحزاب اللي كان عندنا حزب استقلال في بدايه الاستقلال فيه 2 مليون ديال المنخرطين، على الاتحاد الوطني للقوات الشعبيه من بعد ولا حزب الشورى والاستقلال اللي فيه المئات ديال المثقفين وديال الكتاب وديال المفكرين، الناس مسيسين ومثقفين. كانوا كيقولوا علينا ذاك الوقت مباشره بعد الاستقلال ان المغرب عنده احسن واكبر نخبه مثقفه مسيسه، ورغم ذلك تهزمنا وما بنيناش الديمقراطيه. كانت امور يمكن تجي شي حلقه نتكلموا عليها كامله. اذا الاحزاب اليوم اش بقى فيها؟ امولا نوبه كيطلعوا ما عندهم لا. واش حنا عندنا 4560 مستشار امي؟ شكون طلعهم اخويا؟ انا اللي طلعتهم امي، رغم ان قانون الانتخاب كيفرض يكون عنده شهاده ابتدائيه. تبارك الله على الشهاده الابتدائيه ديال اليوم. شحال هذه كانت الشهاده الابتدائيه؟ واحد حافظ القران وقاري البورده وقاري الفرنساويه وداك وي وداك عرفتي كانت كاسميه المطالعه بيان ليغ اي كومبروندر. حنا دابا ما كاينش بيان ليغ، ما ليغ غيان كومبروندر، لان خصك السيطره تتم بسهوله اكثر كلما كان المسيطر عليه غير واعي. اذا احنا ما قاريين ما حتى حاجه، وهذا مخطط وحنا كنطبقوه مزيان. هنايا واش بغيتي من الاحزاب تطلع لك؟ اش بغيتي؟ كطلع الاحزاب عامره بنو ادم انتهازي، اغلبيه السحيقه ديالو وتيسحب السياسه صافي. وصل شي وحدين وصلوا للبرلمان يسحبوا هذيك هي قمه الوصول. في حين قال لهم امين معلوف راه كتوصل غير محطه قطار، انت فين غادي؟ بالسلامه والعافيه، راك ما بقيتي، راه شي محترم، راه الشعب كله كيشوفك وما كيحترمكش. كيفاش داير نتايا هكا داير؟ علاش يجيبوا لنا ناس وزراء دون المستوى؟ علاش يجيبوا سوا ديزون ليكول بلونش وحنا عمرنا ما شفناهم، عمرهم ما نخرطوا في شي حزب؟ شكون المسؤول باش ندوزوا نناقشوا؟ المسؤول هو انه الضرب ديال الديمقراطيه من فوق هاد الناس اللي كيديروا العالم وكيسيطروا علينا حنا وكيورونا شنو نديروا. ما باغينش ديمقراطيه، ما باغينش احزاب اللي هي مهمه كتقدم مشاريع، ما كاينش. طيب. ولا كان شي حزب مازال متشبت. انتم كحزب اشتراكي موحد، نعم، كاينه هاد ما كايناش هاد الشروط اللي كتحكي عليها، يعني كاينه العكس، يعني كاينه ديمقراطيه، كاينه ما محكم فيكم حد ولا حتى نتوما؟ شوف لا شوف، حنا من هذا المجتمع وقع لكم ما وقع لهم. حنا من هذا المجتمع، ولكن حنا ناس حاملين مشروع، حنا ناس حاملين قناعات، حنا ناس راه جايين من المدرسه ديال سي بن سعيد اي تيدر. مني تخلق الحزب عنده القطاع ديال الجامعيين ديالو، عنده الجرائد ديالو، جايين بثقافه، جايين ثقافه ديال نعطيو ونخدموا بلادنا. حنا ما باغيينش نتغناو، حنا الحمد لله زيتونه وطرف الخبز الحمد لله. كنمشيو عند بن سعيد، حنا كيحطنا دابا برادتي وكنجلسوا حامدين الله وشاكرين. ولكن من اسمح لي التاثير بالفعل كاين هناك تاثير، لان حنا المواقف ديالنا شجاعه. نهار الدستور ديال 96 قلنا ما هو شيء،
تقسم الحزب ديالنا على جوج وحيدوا لنا الجريده وكذا، ورغم ذلك نهضنا من الرماد وكنقولوا غادي نقاوموا. حاولنا نديروا واحد التجربه اللي هي وحدويه حتى هي ما خدماتش، لانه الفورماتاج ديال بنو ادم كل واحد انت باغي تمشي لهنا، واحد بغى يعتدل، واحد بغى يشد الفيراج من هنايا، واخا كبقينا صامدين على حنا فين شفتونا درنا شي حاجه اللي هي عيبه. فين ما كان شي نضال كتلقاونا حنا الاولين. انا غير تعينت اول مشيت لحي الكوشه ديال تازا اللي انتفض وسمعت الناس كلشي ضربوه بمطيشه، انا ما ضربونا لا بمطيشه لا والو، واستقبلونا. من بعد كيشوفوا المواقف ديالنا كيحترمونا. حنا اليوم 2012 حنا ودابا حنا اليوم شنو ها وعندنا المؤتمر ديالنا من بعد 10 سنين في اكتوبر. في اكتوبر غنسولك على المؤتمر من بعد 10 سنين من الديمقراطيه قول لي هي وغنجيو من بعد 10 سنين من توليكم دكتوره المسؤوليه داخل الاشتراك الموحد. كيفاش كتشوف الحزب نهار دخلتي له والان وانت كتستعد انك تحيد المسؤوليه اذا حيدتي؟ اولا انا غادي نحيد من الامانه العامه. هذا الشيء قلته هذه اكثر من عامين. وكيبقى المؤتمر سيد نفسي والله اعلم. على العموم كيفاش كتشوف الحزب؟ هذا الشيء يعني يثلج قلبي، لانه الا بغاوني بعض الرفاق ورفيقات نبقى يعني راهم تايقين فيا مزيان. اما تايقين فيك ما لقاوش البديل. لا على مالنا البديل، على حتى واحد بيرسون ني ايغومبلاسابل. بالعكس انا هذوك اللي كيخلدوا في كراسه وداك الشيء كله انا بعدا بالعكس. انا كنقول لك الاتحاد الاوروبي حكامه كل 6 شهور وكل واحد خصو يدير البيلون ويدير. حنا لا. اذا كيفاش تقييمك الحزب؟ لا انا الحزب ديالنا يعني احنا دابا من حزب كان عنده، اسمح لي دكتور، من حزب كان عنده جماعات، كان عنده رئاسه ديال جماعات مثلا وطاط الحاج كانت عنده رئاسه، كان عنده واحد العدد ديال المستشارين، كان عنده ديال سوسمسا، كان عنده عدد ديال المستشارين، كان عنده بوعرفه، كان موجود، كان عنده. الى حزب الان عنده برلمانيه، وربما لو مشينا نحسبوا ما غيفوتوش واحد 10 المستشارين، شي جوج في طنجه، ربما هنا ما كانش حتى في الرباط ما بقاوش، يعني ما عرفتش. لا عندنا اكثر من 120 مستشار ودرنا لهم الجمعيه ديالهم خدامين، الناس مستقيمين وممتازين، كاين حتى مشكل خدامين في مكناس، في فاس، في طنجه، في وجده، في كل بلاصه، في مراكش، في اكادير، كاين فاس، راهم وقفوا حتى رئيس الحكومه اسمح لي خدامين وكيدير مدير القلال. يعني ماشي بحال اللي دخلتي للحزب. ايوا انت ملي كتدخل وكتكون معارض قوي تعارض بشتى الطرق. من الداخل؟ لا ماشي بالداخل، انا من الخارج. من الخارج يعني كنهضر خارج الحزب، حتى من الداخل كانت شي بركه بيان سور. على ما غادي يخليوك تخدم على خاطرك ولا بدا تكون شي حاجه، ولكن انت خصك تكون يقظ. انت بغيت مصلحه البلاد، لا جا معك شي واحد ما بغيش مصلحه البلاد، الباب الحباب فضينا من هذا المشكل. خدامين حنايا كنشتغلوا، ولكن قلت لك كاينه هجره ديال الادمغه خرجت من الاحزاب لانها مصدومه، لانه السياسه ما بقاتش بداك النوبل ديالها وما بقاتش بداك ليتيك ديالها وبالاخلاق ديالها. السياسه ولات ممارسه. هذا كيقول لك انا ملي كنبدا كنحكي للناس كيقول احكي لنا تجربتك، كنقول لهم انا ترشحت في 1997 اول مره ونجحت في 2021. قالوا استاذ حنا ما فينا ما يتسنى 24 عام باش نطلعوا. شي واحد العدد ديال الدراري صغار كاينين في البرلمان لا يفقهون شيئا، وحده دخلت في لجنه العلاقات الخارجيه قالت الحمد لله جينا هنا نتعلموا واش عرفنا ندخلوا في التحضيري ولا خلينا المناضلين على برا عكسناهم باش ما يطلعوش. الناس كانت كتعلم في الحركه التلاميذيه ما كاينش هذول ما كاينش. دابا كاع الاحزاب المناضله ولاو جاي يتعلموا عندكم في البرلمان. الاحزاب المناضله تم التطبيق ديالها والتضييق عليها ماديا معنويا، كيحاولوا يزرعوا لك شي على ذكر الماديا. الانتخابات ما كدوش كما على ذكر الماديا، انتم حددتوا في بلاغ ديال المكتب السياسي المؤتمر ديالكم في اكتوبر، ما بقيتش عاقل التاريخ 2021 22. واش هو التاريخ هذا التزموا به؟ عندنا ليه لين حنايا درنا يعني خدينا الترخيص باش غادي نكونوا في يعني غديروه رغم ان مجموعه من الاكراهات. واخا الاكراهات غادي عندكم اكراه مالي صعيب، صعيب بزاف. باش تمولوا المؤتمر ان شاء الله غادي. الداخليه ما عطاتكمش التمويل؟ لا ما عطاتناش لحد الان، كنتمناو انه يعطيونا لان حقنا حق دستوري باش تمولوا المؤتمر. حق دستوري الا خدينا باش نمولوا هذيك هي ما كاينش غادي ناخذوا. كيفاش لا خديتوا؟ يعني الداخليه الحدود الان ما عطاتكمش مبرر قانوني؟ لا. علاش؟ لحد الان مازال غادي نشوفوهم. علاش ما عطاتكمش؟ مازال غادي نشوفوا. راه حنا درنا واحد نموذج حسب علمي ان ما عطاتكمش الدعم، راه ماشي غير الدعم ديال المؤتمر. لا ما هذاك بوحدو، الدعم السنوي. الدعم السنوي تمنعنا منه هذه سنتين ما كناخذوش حنا من الانتخابات، لان اعتبرتكم اخليتم بشروط الانتخابات. لا لانه الدوله دارت تغيير القانون الاحزاب شهرين قبل الانتخابات
والناس ما انتبهوش، صحابهم راه قالوا لهم بانه ربطوا الشرط ديال الدعم السنوي بتقديم امراه من الخارج. حنا المقترح ديالنا من الخارج كنا كنقول لهم حنا كاين عندنا 12 جهه، ديروا جهه 13 هي الخارج، وديروا 15 ديال النساء و15 ديال الرجال يمثلوا الخارج. كاين 6 مليون ديال المغاربه على برا تقريبا. اذا انا بالنسبه لي هذا هو المقترح. حنايا حاولنا السبب هذه ما عطاتكمش. حاولنا نقدموا ناس ما جبناهم ما كيلقاوش راسهم في اللوائح. حنا كنا كنقولوا غير بلا كارت ناسيونال يكفي، ما دارش. فاذا بهم قال لك حيت ما رشحتوش امراه، ماشي غير حنا، كاين واحد العدد من الاحزاب هذا مشينا تكلمنا معاهم، لان هذا الشيء حيف. قال لك هما اعترفوا لنا بان هذا خطا، لا يمكن باش تربط العمليه. حنا قدمنا في المغرب كله وتربط ليا بهذاك اللي هو مهم، ولكن الدوله ما عرفتش. سنتين الان ما كيعطيكمش الدوله ما عرفتش تمثل مغاربه العالم، رماتهم على الاحزاب بطريقه غير قدم لي وحده واش هذا هو التمثيل؟ لا، دير لهم جهتهم وقاد الامور، واعترفوا بانه هذاك خطا. ولكن لحد الان حنا ما خديناش حتى شي حاجه. كاين مساهمات سنتين دابا، سنتين كامله كديروا تسيروا هذا الحزب، المقار، الضوء والماء وداك الشيء كديروا له. الماء والضوء والموظفين اللي عندنا شكون اللي كيخلصوا؟ كنخلصوهم حنايا. باش انت برلمانيه بوحدك؟ لا ماشي برلمانيه بوحدي، كاين معنا اساتذه جامعيين، موظفين، كلشي كيساهم. راه واحد الفئه كبيره من هاد اللي كتهضر عليهم راه مشات في واحد التيار، ما بقاتش في الحزب. لا الناس اللي في الحزب اسمح لي حنا راه شي 150 واحد من بينهم اللي دكاتره. 80 واحد مشاو. 150 ربما اللائحه فيها اللي مشات للفيدراليه. اللائحه كيمشي يجمعوا الناس من على العموم. عمرهم ما كانوا. شوف دابا هذاك الشيء المؤتمر العائق المالي ما كيعيقكمش تنظموا المؤتمر باش ما كان. درتوا شي صيغه؟ مره وانا كنتقدم في الانتخابات كناخذ كريدي من البنكه باش كندير الانتخابات. كريدي من البنكه باش دير؟ صحفيه سويديه قالت لي استاذه غادي تنجحي؟ قلت لها محال. كيفاش؟ قلت لها الانتخابات راه ماشي بحال اللي عندكم انتم، ولكن حنايا هاد الترشح كدير كريدي في البنكه باش قالت لي ما يمكنش. عندك استاذه دار في سميتك انت؟ قلت لها لا ما بغيتش الدار، انا باغيه نتقدم في الانتخابات، باغيه نقول جوج كلمات لهذوك اللي ما كيقدوش يقولوهم غنوصلهم انايا. وهذا هو النضال كيف عرفتو انايا وكيف شفتو عند الاجيال اللي سبقتنا واللي باقيين كنترحموا عليهم. كيف ما كان الحال حنا دابا الا اضطرينا غادي نديروا اللي خصو يدار. شنو هو اللي خصو يدار؟ ناخذوا القروض وناخذوا اللي ونخدموا مساهمات ديال الاعضاء ونديروا مؤتمر متواضع. حنا ماشي صحاب البسطيله وداك الدجاج وداك التخربيق. باش تضمنوا غير انا ما كنبغيش البسطيله والدجاج، بعدا ما كنديروا غير الضيوف اللي جاونا، واخا ناخذوا غير ساندويتش ديال الفرماج ما كاين باس. هذه جمعه سبت الحد ها انت دوزتي المؤتمر، درتي قياده تكون في المستوى، زيد القدام. على المستوى المادي نقولوا حزب يساري، مناضلين يساريين ويتقاتلوا مع بعضياتهم، وهذا يساهم من هنا والاخر يساهم من هنا، باش ما كان غادي يدوز. نطيبوا في ديورنا ونجيبوا الطناجر على المستوى السياسي داخليا واش كاين انسجام انه بدات تبان شي خطوط؟ شوف حنا ما كاين لا خطوط ولا منبه، اللي كاين هو انه لا معروف بان الحزب الاشتراكي الموحد كان مبني على الخطوط، على التيارات، عفوا على التيارات. حنا عندنا تيارات بالفعل. حنا عندنا تيارات، واحد العدد ديال التيارات اليوم لقات راسها مندمجه داخل ارضيه وحده. كاين دابا ارضيه لا السياده الشعبيه. كاينه ارضيه اخرى تقدموا بها رفاق اخرون سميتها التغيير الديمقراطي. حنا في اطار الحريه، وهي ماشي ارضيه جديده، ما جديداش. التغيير الديمقراطي راه تقدمت دابا، هذا المؤتمر الثالث. معليش الثالث ولا الثاني تقدمت باش نزيدوا نغنيو النقاش. حنا ملي كنقولوا هذه غدار بحال هكا، ما كنقولنا لا راه خصها دير بحال هكا مثلا، ولو اننا حنا كنعتبروا بانه الارضيه اللي تقدموا بها الرفاق في التغيير الديمقراطي فيها واحد التنظير لما قبل انهيار جدار برلين، فهمتيني، وكل احترام. ولكن في البرنامج هذيك تحترم مزيان، تحترم. انا هادشي اللي قلت لك، ودايرين مساهمين في البرنامج الحزبي وكذا كذا. ربما كتبنى على ما هو نقابي اكثر، لان اللي كيقودها نقابي. ما لا بالعكس، فيها جانب سياسي وداك الشيء، ولكن الارضيه ربما اللي حنا كثار اللي صوبنا هذه ديال السياده الشعبيه، وفيها تجربه 20 عام وفيها 50 عام السياسه، وفيها بسيطه. كنقولوا حنا خصنا اليوم ندافعوا على سياده بلادنا وسياده قرارها، ندافعوا على الوحده الترابيه ديال بلادنا، ندافعوا على العداله الاجتماعيه والمجاليه والمناطقيه. وباش نديروا هذا الشيء ما غاديش ننعسوا، غادي يدار هذا الشيء. طيب خصنا نديروا الجبهه الشعبيه للنضال. هذه الجبهه الشعبيه للنضال في الارضيه اليوم ديالكم. الحركات الاجتماعيه معممه، الحركات الاجتماعيه تقود النضالات، لا الاساتذه ولا الريف ولا جراده ولا قبلهم 20 فبراير وزيد. حنا معهم في القضايا العادله، وهادشي علاش مشينا للريف ومشينا لكل بلاصه. ثم كل من يريد ان ينضم من نقابات جده، من احزاب اللي هي مناضله، مرحبا بالجميع. ماشي عندنا في دارنا باش نضغطوا، باش نفرضوا التغييرات اللي خاصها بلادنا. خاصنا اصلاحات سياسيه، اقتصاديه،
فصل ديال السلطات، المحاسبه، استقلال القضاء، النزاهه ديالو، هادشي كله خاصنا جهويه حقيقيه، خاصنا اصلاحات ضريبيه، خاصنا نحاربوا الفساد، خاصنا نحاربوا الاستبداد. هادشي كله غادي نخصو قبل المؤتمر نخصو شي حلقه خاصه بالمؤتمر دكتور. غير الان السؤال ديالي المباشر هو واش ما اثرش المغادره ديالو واحد التيار اللي فيه اسماء اللي تعتبر بغينا ولا كرهنا وازنه من داخل الحزب. كنهضروا على محمد حفيظ، كنهضروا على الساسي، كنهضروا على مجاهد، كنهضروا على اسماء ما بغيتش انا نبقى نذكرهم نسردهم كاملين، مي اسماء عندها وزنها السياسي، عندها حضورها، عندها مراكمتها. واش ما اثرش على الحزب؟ ابدا، لان ملي كانوا هاد الناس هادو يعني كان الشجار المستمر والقبليه، كل واحد كيطلع لك ديالو يحطهم لك هنا واخا ما يصلحوش. انصر اخاك ظالما او مظلوما، انا هذه تصدمت فيها لان انا كنت في منظمه العمل قبل من دابا نبنيو الحزب الاشتراكي الموحد. حنا مدرسه الاخلاق، ما كانش هذا الشيء. انا نهار بعدا بغاو يديروني حزب اشتراكي موحد امين عام، شي واحد يمشيو يتشاوروا مع بن سعيد قال دبروا راسكم معاها، الا كانت الاغلبيه وداك الشيء كله وثقتوا فيها بان غادي دير هذا وغتلتزم، الله يعاونكم. ما قال لهمش انا كنساندها واخا. يعني كتشوف دابا الحزب في الوضعيه ديالو الان احسن مما كانوا مع هاد الاسماء هادو. حنا خرجنا من الازمه، كنهضروا على امين عام سابق ديال الحزب تما، وكنهضروا على واحد اللي هو جايب تيار ووقع له مشكل مع شوف يعني انا كنقول لك في كل مجموعه كاين واحد العدد ديال المناضلين الشرفاء اللي هما وصلوا لواحد المستوى ديال الفكر وديال التحضر لهذا، وكاين واحدين اخرين اللي ما عرفتش انا شنو وقع، لان قلت لك اصطدام الحضارات كان وقع لنا وسط الحزب. فهمتيني؟ مع كل احترام للجميع كنحترموا حنايا الناس كاملين، ولكن باش تبدا تجيب لي قبيلتك هنايا ويختصوا فيا انايا الصحافه الصفراء تسبني وانا امين عامه يعني، وما تعمل حتى شي خطا. علاش؟ حيت ما كنتبعش اش كيقولوا لي. انا عندي الفكر ديالي، انا استاذه، انا كنت مسؤوله نقابيه قداش يعني في وسط النقابه الوطنيه، ما كلمتي نقولها واخا بقطع الراس، وماشي غير كنتكلم، كنحترم القوانين. هاد الناس جاو حتى لاخر المطاف وقبطوا القانون ورموه لي على وجهي. خلقوا القانون، ملي خلقوا القانون كنت حبس نقطه نظام. حتى القانون حنا باغيين دوله الحق والقانون تجي تضرب لي القانون، تجمع لي واحد المجموعه ديال الدراري هنا وهنا وهنا وتجاوز القانون في الدار البيضاء والرباط وفاس. هرستي لي واحد الليله قداش هو وليتي كضرب القانون تلوحو. انا السبان داكشي صبرت عليه، انا ما كنشوفش انا السبان. بحال هذاك المثل اللي قال له واحد الصحابي، جا واحد قال له فلان قال فيك، قال له هذاك ضربني برمح وما جابوش فيها، جيتي انت غرستي لي في القلب ديالي. انا ما كنشوفوش باش نبقى مستحمله المناضلين كاملين، ما كنشوفش السبان. ما خلاو لي اون ديال الجرائد كيكتبوا فيها سباق الثوري المنحور، وانت مالك؟ ما تعرف تكتب والو. كيمشيو عطله وخلوني انا سبعيه وانا تنكتب هذه الرساله كذا، هذه لهنايا، انا مشيت للحسيمه انا اللي ضبط كل شيء وديت شي وحدين بحال اللي غادي لهذاك الجامع. فهمتيني ولا لا؟ كيما كان الحال الحمد لله. الحزب هاد الناس كيسحب لهم ما عرف شنو، ملي مشاو وبقى الحزب. شتي دابا القضيه كيفاش دايره؟ بقاو الفروع بالفعل، كاين 4 ولا 5 الفروع كلشي تفاجا. راه الشبيبه حتى هي الشبيبه صيفطونا للمحكمه. هاد الناس هادو راه المؤتمر الاخير ديال الشبيبه داروا فيه جرائم. نحشم انا كاع نقولها لانه محسوبين على الصف اليساري، هذا يسار يدير هاد الشيء وانه ومن بعد يسرق الشبيبه اللي عتيقه ان حنا يخرجوا منها كل المناضلين الكبار ديالنا ونجيب وحدين حيت هذا خدمها الاخر. انا هذا الشيء في الحقيقه الانسان كون بقينا في ذاك الشيء كان خاصنا نسدوا الباب وما نبقاوش. انا الوضع الان احسن بكثير، احسن بكثير. الحريه ديال التعبير هي كتبان لكم دابا راه عندها كره ما هضر سيدي اللي بغى يتكلم وكيجمعنا. واش باقي اللي يهضر بعدا؟ كاين كيهضروا اليساريين ما كيسكتوش داخل الاشتراك الموحد كنقصد. اما اليسار راه هذا راي شخصي، اليساريين راه انا نقول لك الاحزاب اليساريه تراجعت بزاف، لا النخبه ولا المثقفين ولا تراجعوا بشكل كبير. هذا راي شخصي بين قوسين، ما مقصودش به غير الاشتراك الموحد، جميع اليسار. دابا اليسار الجدري ولا اليسار السبعيني، ما كنهضرش على يسار اخر. على المستوى العالمي بعد الضربه ديال انهيار جدار برلين تراجع كله. اليوم كاين اجتهادات كنشوفوها في دول في امريكا اللاتينيه، في اوروبا، في غير مازال ما نجحاتش. واليوم تنظن كاين تفكير، كاين ديك المجموعه ديال 2025 اللي فيها فيها هذاك فاغوفاكيس وفيها واحد العدد. توما بيكيتي اللي هو كتب الكابيتال في القرن ال21، هذا باحث كيخدم مع 20 ديال الدكاتره والدنيا. كتب كتابه كيقول بسرعه طبقوا
توجيهات الاشتراكيين في التوزيع العادل للثروه، لان الفوارق الاجتماعيه والمجاليه والمناطقيه راه وصلت لواحد الحد اللي غادي تنوض الثورات ومصائب. وهذا الشيء شفنا الحركات الاجتماعيه كثرت. كيفما كان الحال حنا في هذا الاجتهاد ودرنا اجتهاد فكري وتنظيمي وغاديين خدامين باش الفكر اليساري يبقى ممانع، يبقى مناضل في الساحه. ناس اللي هما باش على الاقل تحافظوا على واحد الاداه التنظيميه اللي ممكن يجمعوا فيها واحد الناس. راه عندنا تقريبا شي 135 ديال الفروع اللي هي موجوده، وحنا 135 وي. كنعرف احزاب عريقه كبار منا جابوا ما عرفت شحال ما عندهمش هذا الشيء، ما عندهمش ذاك التنظيم، وما كاين اللي كيدفعهم ويوصلهم لمراكز القرار. حنا خدامين. طيب ولكن خصنا حتى حنا الوقت داهمنا دكتوره، وباقي لي انا باقي لي لك سؤال مباشر جوج. الاول هو واش ما غاديش نوليو نشوفوا دكتوره منيب، لان كاين ناس اللي سولتهم هذا السؤال هذا وقال لك انا هذه الاخرى وانا وراه دابا كنشوفوهم في كتابات عامه ديال الاحزاب. والدكتوره منيب واش فعلا ما غاديش نوليو نشوفوها، ام ان دعت الحاجه لبقائها ستبقى مهمه نضاليه؟ دابا هذه القضيه ديال ما نبقاوش نشوفوها ان شاء الله. باش ما نبقاوش نشوفوها، باش ما نبقاوش نشوفوها في المسؤوليه في الامانه العامه. في الامانه العامه ما هي راه غتبقى في المكتب السياسي وغتبقى في. اخي هشام، عندنا واحد السيده اللي هي صادقه وكنصبر بزاف وداك الشيء كله، ولكن انا ما عنديش مع الكراسه. ولكن ملي كتعيا شي الكراسه اللي في المقر في الاول قبل ما نشريو شي كراسه جداد كنت نجبدهم من داري والطبله وكل شيء، ما كاين حتى مشكل فهمتيني. كرسي كنجبو بالدار باش يجلسوا فوق الرفاق. انا دابا ما كاينش هذا الشيء ديال عباده الاصنام ولا الكراسي، ما كاينش. القانون ديالنا كيقول 2 موندا. انا دوزت 2 موندا والحمد لله كنظن عملت اللي قدرت عليه. كيفما كان الحال انتصرت في الحفاظ على الحزب الاشتراكي الموحد كحزب مناضل يساري. السلام عليكم، وغادي مشروع وقدام ومحترم وعنده انا كنخرج في الزنقه راه كندير 100 سيلفي الحمد لله. على هاد الناس هادو ما عندهمش شغل كاع ما يديروا كيما كان الحال. غادي نبقى موجوده على واجهات اخرى. انا برلمانيه وكنعمل لي بودكاست وهذا راه الامانه العامه للاشتراك الموحد. لا الامين العام او الامينه العامه المقبل غادي يكون اسم غادي يطلعوا عليه ان شاء الله. مهما كانت الظروف ما غاديش نشوفوه. مهما كانت الظروف. ولا غتكوني امينه عامه من وراء حجاب؟ لا ابدا ابدا، لا ابدا. علاش؟ حنا ماشي ناس اللي ما عندناش الخلف، كاين تبارك الله. حيت كنشوفوا دابا في الاشتراك الموحد نطلعوا نهبطوا شكون الشباب. كاين شباب ما كتعرفوهمش حطهم على الجرح ابره فهمتيني. اكزاكتومون ممتازين. طيب